مكرونة خفيفة وطعمها حلو خالص، كمان فيها سبانخ لمحبين السبانخ، وفيها يعني قيمة غذائية عالية. هي مش بالبشاميل، هي بس بصوص خفيف كده بمعلقة دقيق واحدة، والمفروض انها تبقى خفيفة. انا بس حطيتها في الفرن وحبيت اجود كده، لكن هقول لكم تقدروا تعملوها ازاي او تاكلوها امتى. اول حاجة كده، ده كان نص كيلو بانيه، عملته شرايح رفيعة كده زي الشاورما، هتبله بفلفل اسود وكمون وبابريكا وتوم باودر وبصل باودر وملح. هقلبه كده لحد ما التوابل تغلف الفراخ بحالها خالص كده. وبعد كده هحضر الجريل على النار، هحط فيه معلقتين زيت بس كده. لازم اهم حاجة تسخنيه جامد علشان اللحوم بتاعتك اللي تنزليها تاخد صدمة وما تنزلش مية. نزليها بقى وفرديها بالراحة كده، ما تقلبيش مرة واحدة كل حاجة علشان ما تبردش الطاسة معاكي وتنزل مية. ولما تنزل مية هتبقي انتي تستني لما المية تنشف وكده، فالفراخ هتنشف معاكي. لا، احنا في غنى ده عن ده كله. اول بقى ما تاخد لون من تحت كده هقلبها واحدة واحدة، إيه يعني بحيث انها تكون في حتة مستوية وحتة نية، علشان انا عايزاها تنيها طرية. فيدوب كده قبل ما تستوي خالص هخلي الحتة اللي في النص كده، وهنزل عليها بفصين توم مهروسين، وكمان بصلة تكون بيضة علشان يعني الحمرة بتسود الصوص كده، لونها بيغمق. هي بتبقى مسكرة صحيح، بس يعني لونها بيغمق الصوص. فنزلت بالبصلة والثوم اهوت، وهقلبه تقلبتين تلاتة كده. البصلة متقطعة صغير فهتدبل معاكي بسرعة برضو عشان ما ننشفش الفراخ. خلاص كده بقى هخلي برضو الحتة اللي في النص كده، وهكون محضرة مشروم. المشروم ده اختياري، هو مديها طعم حلو صحيح وقيمة غذائية، بس يعني ايه مش اساسي، يعني لو مش موجود مش مشكلة. كمان المشروم بيتغسل، في ناس بتبقى تمسحه بفوطة، لا هو طري كده والمسام بتاعته طرية، فلو فيه ترابة لو فيه رملة يعني لما تمسحيها بتدخل جواها، فانت اشطفيها عادي وقطعيه مفيش اي مشكلة. رشة فلفل صغيرة كده، وكمان رشة زعتر. رشة الزعتر دي بتوديها في حتة تانية خالص. برضو هفضي الحتة اللي في النص كده، وحط حتة زبدة كبيرة بقى، وهحمر حط يعني في النص كده. كنت محضرة نص حزمة سبانخ، بس انا واخدة الورق بتاعها بس مقطعة برضو زي الشرايح كده زي الشاورما كده. حطيتها لما دبلت خالص اهيت، ما خدتش يعني دقيقتين. وبرضو هفضي الحتة اللي في النص واحط معلقة دقيق واحدة من اللي هي بتاعة الأكل دي، المعلقة اللي بناكل بيها الرز. حط معلقة دقيق واحدة، هتاخد تقليبة في السريع كده، وهنزل باللبن. تقريبا خدت يجي كيلو الا ربع لبن، وحسب الكمية اللي انتي عاملاها يعني. أنا كنت تقريبا عاملة 800 جرام مكرونة، اللي هي الأكياس دي اللي بتبقى 400 جرام، يعني كيسين اتنين. فانتي لو هتعملي كيس واحد اللي هو 400 جرام يبقى كفاية نص كيلو لبن. بعد كده رشيت برضو، دقتها بقى كده حسيت انها عايزة شوية توابل، حطيت شوية توابل تانية من فلفل اسود ومرقة دجاج فورية، وكمان شوية ملح. هنا كنت سلقة المكرونة اهو، اي نوع تحبيه، فحطيتها ورجعت حطيت عليها الصوص كده كان خلص، او الخلطة اللي انا عاملاها دي. لحد هنا كده وتقدري تاكليها كده، هي جاهزة. بس أنا حبيت أجود بقى وأظبطها كده، رحت رش عليها رشة جبنة ودخلتها الفرن. طبعا أنا سبتها فترة فراحت ناشفة، المفروض هي وشها ما يبقاش ناشف كده، والمفروض إنها تبقى سايبة أكتر من كده كمان، بس هو الطعم ما اختلفش في حاجة. انت لما تيجي تحطيها في الفرن حطيها في الشبكة اللي في النص، أنا حطيتها تحت الشعلة على طول فنشفت بسرعة، وهي المفروض تكون لونها فاتح عن كده. الكمية دي اتعملت بقى الصينية الكبيرة دي، وعملت الطاجن الصغنون ده، وبألف هنا.